اهلا بيكم طلبة سنة تالتة اعدادي. النهاردة معانا امتحان الترم الاولاني، دراسات الصف الثالث الاعدادي لابنائنا في الخارج. هنحله مع بعض، ويا رب يكون الفيديو ده افادة للجميع ان شاء الله. معانا اول سؤال في الامتحان اللي هو الجغرافيا. بيقول هنا: امامك خريطة صماء لقارة افريقيا، اكتب مدلول الارقام الموقعة عليها. واحد، بحر، هنا هيكون البحر المتوسط. رقم اتنين، جبال. الجبال اللي في جنوب أفريقيا اسمها درانكسبرج. ماشي. تلاتة، إقليم مناخي، طبعا ده الإقليم الاستوائي. أربعة، منطقة تركز سكاني. خلي بالكم المنطقة هنا مش واضحة شوية، بس هنا موجود في دولة نيجيريا سهول اسمها سهول نهر النيجر. فالمنطقة هنا السهول الفيضية اسمها سهول نهر النيجر. تمام. بعد كده: ما النتائج المترتبة على تجمد قارة أنطاركتيكا معظم أيام العام؟ أصبحت غير مأهولة بالسكان. رقم اتنين: غزارة الأمطار صيفا في الإقليم الموسمي أدى إلى نمو الأشجار الموسمية، ومن أهمها أشجار جوز الهند. رقم ثلاثة: انصهار السلالات واختلاط الصفات الطبيعية التي تميز كل سلالة. أقول أدى ذلك إلى عدم وجود في الوقت الحاضر ما يعرف بالسلالة النقية إلا في المجتمعات البدائية. السؤال ج بيقول: صوب ما تحته خط في كل عبارة مما يأتي. تقترب قارة نقط من أفريقيا عند مضيق باب المندب، طبعا هتكون قارة آسيا. اتنين: تضيق السهول الساحلية لقارة أمريكا الجنوبية باتجاه الغرب لاقتراب حفات جبال. هقول له الإنديز. تلاتة: تنمو نقط في الإقليم المعتدل البارد غرب القارات اللي هو غرب أوروبا. طبعا هنا الغابات اسمها الغابات النفضية. سؤال الثاني: دلل على صحة العبارات الآتية. يتشابه كل من الإقليم الاستوائي وإقليم غرب أوروبا في بعض الخصائص المناخية، وهي حاجة واحدة بس، اللي هي سقوط الأمطار طوال العام. يبقى يتشابه كل من الإقليمين في سقوط الأمطار طوال العام. هناك العديد من الآثار السلبية المرتبطة على زيادة عدد السكان في قارة آسيا. هقول: واحد، نقص الغذاء. ب، قلة نصيب الفرد من الدخل القومي. ثلاثة، انخفاض مستوى المعيشة. أربعة، أو بجدال وجود الهجرات الغير الشرعية إلى الدول المتقدمة مثل دول أوروبا. رقم ب بيقول لنا: حدد الاسم الغير مناسب لمجموعته مع ذكر السبب. يعني احنا هنختار الكلمة الغير مناسبة ونقول السببين. السودانيون، النيليون، الحاميون، المجموعة النوردية، البانتو. طبعا هنا هتكون الكلمة الغير مناسبة اللي هي المجموعة النوردية. السبب لأنها تنتمي للسلالة القوقازية، بينما السودانيون والنيليون الحاميون والبانتوم تنتمي إلى السلالة الزنجية. رقم اتنين: الصين، استراليا، جنوب افريقيا، امريكا الجنوبية من حيث التعليم. طبعا هنا هنختار استراليا. ليه؟ لان تصل بها نسبة التعليم فيها الى اكثر من 90%، بينما الباقي اللي هو قاصد بيه الصين وجنوب افريقيا وامريكا الجنوبية تصل فيها نسبة التعليم الى 75%. بعد كده السؤال التاريخ عندنا. اول سؤال بيقول: صح ام خطأ؟ أول واحدة بيقول: أصبحت مصر ولاية عثمانية بعد موقعة الرادنية 1517. الإجابة صح. رقم اتنين: أول من حمل عبء الكفاح ضد الحملة الفرنسية هم المماليك. طبعا الإجابة غلط، هم أهالي اسكندرية. أول ناس قاومت الحملة الفرنسية اللي هم أهالي اسكندرية بقيادة محمد حاكمها محمد قريب. ثلاثة: اعتمد محمد علي في تطوير الجيش على الخبرات الفرنسية. طبعا الإجابة صح. لما جاب محمد علي الضابط كولونيل سيف علشان يدرس في الكلية الحربية، كان بيعتمد على الخبرات الفرنسية في الوقت ده. تمام. آه... أربعة: تم عزل أحمد عرابي من وزارة الحربية بعد موقعة التل الكبير. الإجابة غلط، هي بعد موقعة كفر الدوار. رقم ب بيقول: حدد العلاقة بين إدارة قناة السويس ديليسيبس وفشل الثورة العربية. هقول هنا: أدى تواطؤ إدارة شركة قناة السويس الأجنبية اللي هي بين قوسين دريسيبس مع قيادة الجيش البريطاني واجتياح القوات البريطانية قناة السويس إلى فشل الثورة العربية.
رقم 2 الحرب العالمية الأولى وقيام ثورة 1919. طبعا هنقول هنا هي الإجابة طويلة شوية بس ممكن نركز فيها شوية. بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى توجه الوفد المصري بقيادة سعد زغلول للمندوب السامي البريطاني في مصر للمطالبة ببعض المطالب الخاصة بالمصريين، مما أدى إلى رفض المندوب الثاني للمطالب والقبض على سعد زغلول وزملائه ونفيهم إلى جزيرة مالطا، مما أدى لقيام ثورة 1919. طيب رقم ج اذكر عملا واحدا لكل من تومان باي. طبعا تومان باي ده هو قاد الجيوش المملوكية في معركة الريدانية ضد القوات العثمانية. رقم 2 الشيخ عبد الله النديم ده كان خطيب الثورة العرابية. الشيخ محمد كريم ودوت هو حاكم اسكندرية الذي قاوم الحملة الفرنسية على اسكندرية عام 1798. عبد الخالق ثروت ده شكل لجنة من 30 عضوا لإعداد دستور 1923. السؤال الرابع بيقول تتوالى الأحداث التاريخية على مصر عبر العصور وقد أثبت الشعب المصري في تاريخه القديم والحديث مدى قدرته على تحمل الصعاب في سبيل تقدم واستقلال أراضيه. في ضوء هذه العبارة وضح ما يلي: أسباب الثورة العربية. هقول رقم ألف ازدياد التدخل الأجنبي في شؤون مصر. رقم ب المؤثرات الفكرية الغربية التي أدت إلى نمو الوعي القومي. رقم ج سوء الأحوال الاقتصادية في عهد رياض باشا. رقم د اضطهاد عثمان رفقي باشا للضباط المصريين وعدم ترقيته. سؤال رقم 2 النتائج المترتبة على حادثة دين شواي 1906 أدى إلى استقالة اللورد كرومر المعتمد البريطاني في مصر. سؤال رقم 3 ما رأيك في مقاطعة الشعب المصري للجنة ميرنر في ديسمبر 1919؟ هو القرار صائب لأن التفاوض مع لجنة ميرنر تعني التنازل عن الوكالة للوفد المصري. تمام؟ فدي طيب رقم ب آخر سؤال معانا: ماذا يحدث إذا لم يصدر الخديوي إسماعيل اللائحة الوطنية عام 1879؟ هنقول يؤدي ذلك إلى عدم تدخل الحكومتين البريطانية والفرنسية والضباط على السلطان العثماني، ولم يصدر السلطان العثماني فرمانا بخلع الخديوي إسماعيل، ولم يتولى ابنه الخديوي توفيق حكم البلاد 1789. رقم 2 عدم إصدار بريطانيا تصريح 28 فبراير 1922 هيقول يؤدي إلى لم يعلن السلطان فؤاد نفسه ملكا على مصر مارس 1923، ولم تعيد وزارة الخارجية المصرية، ولم تشكل وزارة عبد الخالق ثروت لجنة من 30 عضوا لإعداد دستور 1923. وبكده يا جماعة يكون انتهينا من حل امتحان سنة تالتة إعدادي دراسات اجتماعية لأبنائنا في الخارج ترم أولاني عام 2023. تمام، بالتوفيق للجميع ويا رب يكون أفدتكم. ولو فاتكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل. شكرا لكم وبالتوفيق للجميع.